تخيل إنك تبقى في قمة نجاحك وفجأة تلاقي أقرب الناس ليك بيخططوا عشان يدمروك ويسحبوا البساط من تحت رجلك. النهاردة هنحكي قصة خيانة غير متوقعة، مؤامرة ملكية كانت هتقلب موازين مملكتين، وبطلة ذكية جدا قررت تتدخل في الوقت المناسب عشان تكشف المستور وتنقذ الموقف. هنشوف إزاي برايد قدرت بذكائها وقدرتها الخاصة إنها تحمي الأمير ليون من فخ إخواته اللي ما كانش يخطر على بال حد. القصة فيها أكشن، مشاعر، وتخطيط عبقري هيخليكم مشدودين من أول ثانية لآخر ثانية. وقبل ما نغوص في التفاصيل، لو مهتمين بالنوع ده من القصص والدراما القوية، انزلوا دلوقتي اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان تكونوا أول ناس تشوف الحلقات الجاية. يلا بينا نشوف ايه اللي حصل. بنت في ثانوي متحمسة وبتحب تلعب فيديو جيمز، فجأة خبطها تراكون الأسطوري ولقت نفسها اتولدت من جديد في جسم برايد اللي هي الوحش النهائي في اللعبة، ملكة شريرة وقوية ومصيرها الموت في الآخر. وهي معاها ذكرياتها القديمة ومعرفتها بقصة اللعبة، استغلت قدراتها الخارقة علشان تنقذ نفسها وتغير العالم وتخطف حبايب بطلة اللعبة. وفي الوقت اللي فيه أميرة شعرها أحمر بتبص من بلكونتها، كانت في طالبة يابانية في ثانوي متحمسة تلعب لعبتها المفضلة شعاع نورنا، وللأسف خبطتها عربية نقل سريعة وخدتها لحياة تانية جوه عالم اللعبة. وفي نفس اللحظة برايد وقعت فجأة في أوضتها، ولما فاقت البنت اتصدمت إنها بقت في جسم برايد رويال إيفي وهي عندها 8 سنين، الوحش الأخير في اللعبة ومعاها كل ذكريات حياتها اللي فاتت. برايد افتكرت من أحداث اللعبة إنها ملكة آسيا بتظلم بلدها، وافتكرت إزاي هتعذب بطلة اللعبة اللي هي أختها الصغيرة تيارا، وهتعذب اللي بيحبوها وفي الآخر هتموت. فبرايد حست برعب حقيقي، وهي بتفكر في كل ده على سريرها دخل أبوها ألبرت وهو قلقان عليها. هي افتكرت إنها لسه ما قابلتش تيارا، فسألت أبوها عنها وهو اتصدم إنها تقدر تشوف المستقبل. الخبر ده فرحه جدا، لأن القدرة على معرفة المستقبل هي العلامة اللي بتميز ملكة مملكة فيريزيا. ولازم نعرف إن في العالم ده كل واحد عنده قدرات خاصة. ولما شافت ملامح الفرحة على وشه، برايد استغربت لأن الموقف ده باين إنه مختلف عن اللي حصل في اللعبة. وبعد ما أبوها مشي، برايد فكرت في قدراتها على كشف المستقبل، وافتكرت إن القدرة دي هي اللي هتخليها ملكة، وقعدت تفكر في أفعالها الوحشة اللي هتعملها بعدين، وإزاي هتقتل تيارا وحبايبها في نهاية اللعبة المأساوية. فهزت راسها وهي مش عايزة تقتل ناس طيبين. وفجأة افتكرت حدث مهم هيحصل في المستقبل، وجريت على شباك أوضتها، ورغم إن الخدامات كانوا بيصرخوا فيها عشان ترجع، وقفت على حرف الشباك وندهت على أبوها وهو بيجهز عشان يمشي بالعربية. ألبرت اتصدم، بس برايد حذرته إن عجلة العربية مكسورة وده هيخليه يموت. وفجأة هبت رياح قوية خلت برايد تفقد توازنها والكل اترعب، بس من حسن الحظ في خادم لحقها في آخر لحظة وأنقذ الموقف. برايد افتكرت إن برايد اللي في اللعبة ملحقتش تتوقع اللي هيحصل، بس هي استغلت معرفتها باللي هيحصل عشان تنقذ أبوها في العالم ده. ولما البنت بدأت تهدى، كان شكل الخدام مرعوب وهم بيطلبوا السماح علشان سابوها تعرض نفسها للخطر. وبرايد لاحظت الخوف في صوتهم لأنهم عارفين إنها شريرة وقلبها حجر، فبدأت تعيط من كتر الذنب. وبعد ما شبعت عياط نامت، وأبوها قال إنه هيجيب لها أخ بالتبني. وفي حلمها شافت ذكريات برايد الشريرة وهي بتعذب ولد بريء. ولما صحيت راحت ناحية أوضة تانية، وافتكرت إن القصة كانت هتبقى مختلفة لأن أبوها كان هيموت في حادثة العربية، وأمها كانت هتموت وراه من الحزن، وده كان هيخلي برايد هي الملكة ويمشيها في طريق الظلم. بس دلوقتي كل حاجة اتغيرت، وبعد شوية برايد قابلت ستيل اللي عنده 7 سنين وهو طفل من عامة الشعب وجوزها المستقبلي. وأبوها قال إن ستيل متكلبش عشان ما بيستخدمش قدرته على الانتقال الآني. برايد حست بالضيق إن طفل صغير يتسحب من أمه ويتكلبش كده، وسلمت عليه. وأبوها قال لها إن ستيل هيمضي عقد خدمة معاها، وده فكرها بحاجة في اللعبة، إن ستيل عشان ما يعرفش يقرأ هيضحك عليه ويمضي عقد ولاء ظالم يخليه خادم ما يقدرش يرفض لها طلب. فقررت تغير اللي هيحصل ده، وراحت لستيل بالليل واديته مفتاح الكلبشات. بس المفاجأة إن ستيل رفض وقال إن أمه هتتأذى لو هرب تاني، أو إن القصر ممكن يخطف حد تاني من صحابه لو هو هرب، وهو مش عايز كده. ولما شافت إنه ودع أهله وجاي ومقرر ومصمم على قراره، برايد مشيت بعد ما شكرها على اهتمامها. وتاني يوم ستيل مضى العقد وبقى أخوها الصغير وجوزها المستقبلي. وكان في راجل شعره أزرق اسمه جيلبرت بيبارك للأميرة باستهزاء وهما بيتفرجوا عليهم، فأبوها ألبرت زعق لجيلبرت عشان بيضايق بنته وخدوا ومشيوا. وبعدين برايد خدت ستيل للمكتبة وهي فرحانة إنها لقت حد تلعب معاه، وكانت بتحاول تخليه يناديها باسمها من غير ألقاب، بس الولد الخجول كان مستصعب الموضوع. وهم بيجروا ستيل وقع فجأة من التعب، وبرايد قعدت تراقبه وهو بيرتاح في أوضته، وعرفت إنه أكيد كان بيذاكر بجهد عشان يبقى شخص يستاهل يكون فرد من العيلة المالكة. وافتكرت حاجة عملتها برايد الشريرة، إنها خلت ستيل يقتل أمه بإيده لمجرد التسلية، فبدأت تحس بتعب من كتر الذنب. ولما بدأ
ستيل يفوق برايد حضنته، والولد وشه احمر وهو بيسمعها بتعتذر له علشان فرقته عن أمه ووعدته إنها هتعمل كل اللي تقدر عليه علشانه وعشان شعبها. بس ستيل سمع تحذير غريب من برايد الطيبة، وهي إنها طلبت منه يقتلها لو بقت شريرة في يوم من الأيام. وبعد ما ستيل رجع ينام حلم بكابوس فيه برايد السادية بتجبره يقتل أمه، والست المجنونة سابته وهو بيترعش من اليأس بعد ما منعته حتى إنه ينهي حياته بعد الجريمة البشعة دي. وما كانش قدام الولد المكسور غير إنه يدعي عليها ويعوز ينتقم. والكابوس الوحش ده صحى ستيل وهو متلخبط، وهو ماشي في طرقة البيت افتكر إن منديل برايد في جيبه، وافتكر إزاي يتاخد بعيد عن أمه اللي كانت بتعيط، وكان ناوي يقرب من برايد علشان بس يقابل أمه في المستقبل. بس برايد طلعت بنت طيبة ورقيقة مش الأميرة الأنانية اللي كان متخيلها، وده خلاه محتار وقطعت تفكيره برايد نفسها اللي حضنته وخدته الأوضة. وجوه خد جواب من أمه فيه كل تمنياتها ليه بالخير، وستيل بدأ يدمع من كتر ما هو مستوحش بيته. وألبرت قال إن أمه بيوصلها مساعدات مالية بانتظام، وهيتسمح له يبعت لها جوابات مرة في السنة بطلب من برايد، وهو عارف إن برايد بتكسر قوانين القصر عشانه. قعد يسأل نفسه ليه البنت الطيبة دي خايفة تطلع شريرة، وحلف إنه هيحميها للأبد ويسعدها. وجيلبرت كان بيبص عليهم بوش مش راضي. وبعدين لما ستيل افتكر تعبيرات جيلبرت فكر هيكتب إيه لأمه، وفجأة انتقل لمكان جيلبرت وسمعه وهو بيطلع إشاعات وحشة على برايد وبيشوه سمعتها وبيقول إنها عيلة أنانية ومغرورة. فرجع البيت وهو بيفكر هيعمل إيه، وعشان يكسب ثقة الناس ويمحي أي شك في شخصية برايد لبس شيك جدا، وكان بيفكر إنه لازم يكسب ثقة أكتر من رئيس الوزراء جيلبرت. وفي مكان تاني بنشوف ست شقرة ناضجة اسمها روزا اللي هي الملكة الحالية وأم برايد، وبتسأل بنتها تيارا لو هي متحمسة تقابل أختها وأخوها الكبير قريب. وبعد كام يوم برايد حضرت حفلة رقص فخمة مع ستيل، وستيل بكسوف مدح شكلها الجميل وردها خلاه يتكسف أكتر. ولما راحوا القاعة الرئيسية قابلوا الملكة روزا اللي أعلنت ظهور بنتها الأولى برايد قدام الناس. برايد وستيل سلموا على روزا وقابلوا تيارا اللي كانت متوترة، والناس أعجبوا جدا بالبنت الأمورة. وبرايد حست بالغيرة إن أختها الصغيرة واخدة اهتمام أكتر، بس سلمت عليها بفرحة وحبت أختها الكيوت دي. وستيل كمان سلم على تيارا وقال إنهم عيلة واحدة وهيتعاونوا علشان يسندوا برايد اللي هي ملكة المستقبل. والحركة دي خلت الناس يحبوهم وعرفوا إن برايد وراها دعم العيلة المالكة كلها. وفي وقتها روزا قربت من برايد وأعلنت للناس إنها هي اللي تم اختيارها عشان تكون الوريثة الجديدة. وبرايد اتفاجئت وأمها قالت لها تفتكر اللحظة دي للأبد. وبعدين والناس مستمتعين بالعزومة جيلبرت سلم على تيارا وبرايد واستهزأ ببرايد علشان بقت هي الوريثة مش أختها الصغيرة، بس ستيل دافع عنها بمنتهى الوفاء. برايد وتيارا كانوا بيتفرجوا على الخناقة وهم خايفين من كلام ستيل السم، وفي نفس الوقت روزا حست بالراحة لأنها شافت إن المستقبل المظلم اللي كانت شايفاه لبنتها برايد اتمسح. وبالنسبة لبرايد سلم عليها رودريك قائد الفرسان الإمبراطوريين، ورودريك كان معجب بأسلوب برايد الراقي، وأهلها كانوا مبتسمين وفرحانين بالمنظر ده زي ما أنا هكون فرحانة لو عملت لايك للفيديو ده واشتركت في القناة. وعندي أنمي كتير عن الشخصيات الشريرة في فقرتي الأسبوعية وتقدر تشوفهم كلهم في القائمة هنا، وهتحس بالفخر لما تشترك وتساعدني أعمل فيديوهات أكتر، هكون شاكرة ليك. وبعد 3 سنين من الهدوء برايد كانت بتتفرج على ستيل وهو بيتدرب على السيف ضد فارس، واختها تيارا سألتها عن علاقتها بستيل، وبرايد ردت انهم غالبا هيتجوزوا. وستيل سمع الكلام ده واتفاجئ لدرجة انه اتكعبل ووقع، وتيارا كانت بتمسح وشه وبرايد ابتسمت لستيل وهي فاكرة انه اكيد حب البطلة تيارا زي ما حصل في اللعبة. وستيل كان وشه احمر وبيحاول يتجنب نظراتها اللي فاهمة غلط، وهي طلبت من الفارس طلب وبدأت تتدرب معاه، وبهرت الكل بمهاراتها في السيف. والواضح ان قدرتها الخارقة بتخليها تتعلم اي حركة بمجرد ما تشوفها مرة واحدة. ولما ستيل شافها وهي بتحارب بمنتهى الرشاقة حس بالإحباط وسأل نفسه لو هي أصلا محتاجاه علشان يحميها. وبرايد طمنته إنها تحتاج مساعدته لو قوتها خارت، وده شجعه يكمل تدريب. وبرايد ابتسمت للمشهد الهادي ده وهي بتفكر إمتى نهايتها كشريرة هتيجي. وبعدين الفرسان الإمبراطوريين سلموا على برايد علشان جولة تفتيش، وسألت نائب القائد كلارك عن رودريك وقال لها إنه مع المجندين الجداد في تدريبات مشتركة مع مملكة حليفة. وفجأة جالها خبر وحش إن رودريك والمجندين اتعرضوا لهجوم، وكلارك كان بيجهز علشان يساعد رودريك. وبرايد طلبت تروح معاه ودخلوا أوضة فيها شاشة تواصل، ورودريك كان غضبان إن الأميرة بتساعد في مهمة صغيرة زي دي، بس هي صممت إنها تحاول تنقذ أكبر عدد من الأرواح، وعرفت إن أقرب فريق دعم هيوصل كمان 30 دقيقة، فخلت ستيل ينقل المؤن للميدان بالانتقال الآني، وده ساعد العساكر يجددوا معداتهم ورفع روحهم المعنوية وهم بيحاربوا بشجاعة. ورودريك اتفاجئ بقدرة ستيل القوية، وبرايد طلبت من كلارك يخلي الموضوع سر. ولما القوات بدأت تتجمع وتحط خطة، برايد سمعت إن أرض المعركة مش ثابتة، وده فكرها إن في منحدر مستخبي هيقع ويموت كل اللي عليه. فحذرت رودريك وقالت إن رؤيتها للمستقبل كشفت ده، ورودريك خلى كل المجندين يهربوا بس هو فضل مكانه. وبرايد عرفت إن رجله اتزنقت تحت صخرة كبيرة، وللأسف عشان رودريك عنده قدرة بتخليه ضد أي ضربة سيف فما قدرش حتى يقطع رجله علشان يهرب. والموقف بقى يأس والكل استعد للتضحية، بس في شاب شعره فضي وهو
أرثر ابن رودريك قعد يعيط ويطلب من أبوه إنه يقاوم، ورودريك عطل العدو علشان المجندين يهربوا، وكلارك قطع الاتصال علشان يحمي القصر، وأرثر كان مدمر، وبرايد حست بالعجز وهي شايفة الجروح بتزيد في جسم رودريك. ولما الأمل ضاع، برايد طمنت أرثر إنها تنقذ الفارس بتاعها مهما حصل، وطلبت من ستيل إنه ينقلها للميدان. وستيل والفرسان ما كانوش عايزين ولية العهد تخاطر بحياتها، بس هي رفضت تفضل مكانها، ورجالتها بيحاربوا عشان المملكة. وبعد ما طمنت ستيل إنها هتعيش، قطعت جيبتها عشان تعرف تتحرك ونقلها للميدان. وبمجرد ما وصلت أعلنت وجودها وبدأت تضرب وتطيح في الكل، والكل كان بيتفرج بذهول. والأميرة اللي شكلها ضعيف بتمسح قوات العدو لوحدها. وبعدين بصت حواليها وشافت راجل مستخبي ورا شجرة، فمسكته وودته لرودريك وقالت له يمسكه جامد، وهمست بحاجة في ودن الراجل الغامض، والصخور بتقع من المنحدر اللي بينهار. وفي المملكة أرثر حلم بكابوس عن الموقف اللي هو فيه، إن برايد الأميرة اللي ما عندهاش قلب سابت أبوه والمجندين يموتوا، وكان رد فعلها الوحيد إن رودريك كان قائد ملوش لازمة وضيع عليها شوية رجالة ملهمش قيمة. وأرثر كان هيتجنب من المعاملة الباردة دي وهيبقى فارس عشان ينتقم لأبوه، بس دلوقتي كان واقف بيبص والتراب بيتمسح من فوق المنحدر اللي وقع. صندوق غريب من الحجارة قريب منهم فتح، وكان جواه برايد ورودريك والراجل الغريب، وكلهم كانوا سلام وما فيهمش خدش. وبعد المعركة الرجل الغامض ده اتمسك، والعساكر بدأوا ينظموا صفوفهم من تاني، وكانوا مستغربين ومبهورين بالبنت الصغيرة الجميلة اللي واقفة مع القائد، واتصدموا لما عرفوا إن دي هي ملكتهم الجاية برايد. وجوه القصر الفرسان وأرثر حسوا بالراحة إن المعركة خلصت من غير أي خسائر، وستيل كان حاسس بالذنب والضيق إنه ساب برايد تحارب، وحلف إنه هيبقى أقوى عشان يحميها. ونرجع تاني لميدان المعركة. رودريك عرض على برايد إنه يوصلها لمكان أمان، بس هي رفضت وقالت إنها لازم تتأكد إن كل حاجة ماشية تمام. بس المرة دي قائد الفرسان اللي متعود يطيع الأوامر ما سمعش كلامها، وبكل نرفزة شال الأميرة المتهورة والمجنونة دي بين إيديه. برايد فهمت إنه متضايق، بس بعدين افتكرت إنها قطعت جيبتها، وكل العساكر اللي كانوا بيتفرجوا قعدوا يضحكوا، والأميرة وشها أحمر جدا من كتر الكسوف. وبعدين برايد جمعت الفرسان في أوضة خاصة وقعدوا يتكلموا في كل اللي حصل في المعركة، ورودريك سألها إزاي أميرة صغيرة زيها تعرف تستخدم السيف والطبنجة، وبرايد ردت إنها بس شافت شوية فرسان بيتمرنوا بينهم، وده صدم الكل بقدرتها الخارقة إنها تتعلم أي حاجة بمجرد ما تشوفها مرة واحدة. ورودريك سألها كمان هي ليه جت بنفسها علشان تساعده، وقال لها إنها لو كانت ماتت بسبب تهورها الملكة كانت هتغرق في الضلمة. ورغم إن برايد شافت إن كلامه منطقي، بس هي لسه شايفة إنها كانت لازم تتحرك علشان تنقذ الفارس بتاعها أو حتى أي عسكري غلبان طالما عندها القدرة إنها تعمل كده. وفكرت رودريك إنه حتى لو كان هيموت موتة شريفة، فموته معناه إن عدد الناس اللي هيحميهم في المستقبل هيقل، وده صدم الفرسان اللي وافقوا على كلامها المنطقي. وبرايد أعلنت بكل حزم إنها ملكة المستقبل اللي دايما هتحارب علشان شعبها، والكلمتين دول سكتوا الكل. وبالراحة كده الفرسان بدأوا يشكروا ولية العهد إنها أنقذت قائدهم رودريك. وأرثر هو كمان ركع بكل امتنان قبل ما يسأل برايد لو ينفع يبقى فارس بقدرته الضعيفة في زراعة المحاصيل. وبرايد طمنته وهي ماسكة إيده، وقالت له إنها واثقة تماما إنه في يوم من الأيام هيبقى فارس عظيم. ومن قريب ستيل كان بيراقب الموقف وهو ميت من الغيرة، وفي الوقت اللي أرثر ارتاح فيه لثقتها دي، برايد طلبت منه يوقفها لو في يوم من الأيام بقت شريرة، وده صدم أرثر. وفي الآخر أبو رودريك اعترف إنه فرحان إنه هيقدر يرجع لبيته وصحابه وعيلته. وأرثر وهو شايف برايد بتحضن رودريك استغرب ليه الأميرة السكر دي فاكرة إنها ممكن تطلع شخصية وحشة في يوم، وحلف إنه هيحميها بروحه. وبعد فترة أرثر افتكر إنه لما كان طفل اكتشف قدرته على زراعة المحاصيل، وده خلاه يفتكر إنه ينفع فلاح أكتر من إنه يكون فارس. بس أفعال برايد الطيبة وشخصيتها خلوه يقتنع إنه لازم يبقى أقوى عشان يحميها. وبعد ما جهز نفسه خرج بره البيت علشان يبارز أبوه، وهم بيبارزوا بعض رودريك سأل أرثر لو كان بيفكر في برايد، وده خلاه يتفاجئ. ورودريك غلب أرثر، بس كان مبهور جدا بمهارته، خصوصا إن أرثر ما لمسش سيف من سنين. ومراته خرجت على الصوت، ورودريك هرب علشان يتجنبها وساب سيفه وراه. وفي الوقت اللي كل ده بيحصل فيه وبرايد في القصر افتكرت ذكرى لأرثر من حياتها التانية، الولد المكسور اللي كان بيعيط على أبوه اللي برايد الشريرة رمته. وفجأة صوت ستيل فوق برايد من أفكارها، وبعدها خرجوا علشان يقابلوا كلارك. وبعدين رودريك اللي سلم على الأميرة بسرعة وحكى لبرايد عن تطور أرثر قبل ما يجي أرثر وهو بيجري ومعاه سيف أبوه اللي كان ناسيه. بس أول ما أرثر لمح برايد اتكسف وحاول يمشي من غير ما يقول حاجة. وفجأة ستيل قرب وطلب من أرثر إنه يبقى شريكه في التدريب، وأرثر استغرب بس وافق. والولدين راحوا القاعة مفتوحة، وبدأ ستيل يتمرن مع أرثر. وأرثر لاحظ نية غريبة مستخبية ورا ضحكة ستيل اللي بتبان طيبة، وحس إنه مش مستريح. وفجأة ستيل هجم هجمة سريعة وأرثر صدها بسرعة، وستيل مدحه إنه موهوب جدا، بس أرثر فضل مش مطمن. بس فجأة ستيل كشف عن أسبابه إنه بيحارب عشان برايد، وقال إنه بس عايز البنت الطيبة دي تكون مبسوطة، وهي دايما محتاجة حارس قوي جنبها. ستيل مقدر قوة أرثر وحبه لبرايد، وعايز يبقى فارس قوي يستاهل يحمي ملكتهم اللي جاية المتهورة دي. وأرثر كان باين عليه إنه متلخبط شوية من تصرفات ستيل وقلق برايد
برايد إنها تبقى شريرة، بس وافق على تحدي ستيل، وقال كمان إن ضحكة ستيل المريبة شبه ضحكة جيلبرت، وده كسف ستيل. وأرثر وهو فرحان إنه هيبقى معاها كدرع لبرايد قرر يتمرن مع ستيل عشان يطور مهاراته بسرعة البرق، والولدين بقوا كويسين مع بعض وهما بيبدأوا التدريب. وفي يوم من الأيام كانت تيارا وبرايد وستيل بيقروا كتب في المكتبة. برايد قالت إن بطل الرواية الرومانسية اللي بتقراها شبه ستيل، وتيارا لاحظت إن البطلة شبه برايد، وده خلى ستيل يستخبى من كسوفه. والحركة دي خلت برايد تفتكر إن ستيل متضايق إنه يبقى معاها في علاقة. وبعد فترة أهل برايد ندهوا عليها في أوضة وقالوا لها إن المجرم اللي كان في المعركة اتعرفت هويته، وإنه كان ليه يد في بيع معلومات عن الممالك الصديقة عشان الأعداء يعملوا كمين لقواتهم. ولما الحراس جابوا المجرم اللي اسمه فال وعنده قدرة الأرض، روزا طلبت من برايد إنها تحكم عليه. برايد فكرت وجمعت قوتها قبل ما تعلن إن الراجل ده يا إما يتعدم عشان جرايمه أو يعيش كخادم لو ساعد المملكة تلاقي أي مخطوفين. وبرايد سألت فال نفسه عن مصيره، وهو وافق إنه يعيش كخادم. وروزا وافقت على حكم برايد وسلمتها العقد. وبدأت برايد تقرا القوانين اللي في العقد واللي بتجبر فال إنه يطيع العيلة المالكة وما يلجأش للعنف أبدا. وبعدها ستيل قابل برايد بره وطلب منها تخليه يحضر أي اجتماعات مهمة في المستقبل، وبرايد وافقت وراحوا يزوروا فال. وبرايد خلت فال يتنرفز عليها قبل ما تأمره إنه يحمي تيارا لو اتعرضت لخطر، أو إنه يروح لبرايد تطلبه لو احتاج مساعدة. وفال وهو بيشتم خدوه بعيد، وبرايد سألت نفسها لو كانت عملت الصح. ستيل سأل برايد ليه تسيب مجرم وحش زي ده يمشي، وبرايد قالت له إنه طالما فال مجبر يطيعها فمش عايزة تموته من غير سبب. وهو ابتسم وكان مبهور بكرم أخلاقها. بس تيارا سألت برايد لو كانت حمل عليها، فبرايد شرحت لها إنها بس عايزة تحمي أختها الغالية. ومسكت تيارا وستيل وقالت لهم هي بتحبهم قد إيه وبتتمنى يعيشوا في سعادة للأبد مع بعض. وبعد فترة ستيل وأرثر كانوا هيبدأوا تدريب تاني، بس أرثر اتفاجئ لما تيارا وبرايد جم يتفرجوا. وبعد شوية مبارزة برايد جابت تيجان وردة عملتها هي وتيارا، وقدمت تاجين اختارتهم مخصوص للولدين. وبرايد قالت كلام حلو وحب من قلبها، وهم وشهم احمر جدا من اهتمامها بيهم. وبعدين خدوا بالهم ان مفيش ورد كفاية لبرايد، فالولدين حطوا التيجان بتاعتهم على راسها، وبرايد ابتسمت وادتهم وردة يحطوها في شعرهم قبل ما تشارك اختها الصغيرة في تاج. وبعدها أرثر ودع برايد والباقي وهو بيجهز علشان يروح امتحان الفروسية بتاعه. وبرايد اللي بقى عندها 13 سنة كانت حاسة بالسعادة انها استقرت في حياتها الجديدة. وبعد سنتين أرثر خلص تدريبه وامتحانه، وبرايد بنفسها هي اللي اديته لقب فارس. وأرثر اللي كبر وبقى شحط بس سيفه، واخيرا وفى بوعده انه يبقى حارس لبرايد. وبعدين أرثر قابل ستيلي اللي كان موده وحش عشان حد قال له ان ضحكته شبه ضحكة جيلبرت، وأرثر ضحك على الموضوع ده قبل ما يدي ستيل هدية. ولما فتح الهدية برايد وتيارا دخلوا وشافوا ان أرثر جاب نضارة، وكانوا مستغربين ليه أرثر اختار الهدية دي، وهو قال لهم انها لايقة على ستيل الناضج. وقطع كلامهم جيلبرت اللي كان جاي يزور برايد وطلب مساعدتها في موضوع معين، وده حيرها. بس ابوها ألبرت طلع فجأة من مفيش وخد جيلبرت بعيد. وبرايد قالت لستيل ان جيلبرت بيحاول يمرر قانون يخلي العيلة المالكة تقدر تتتبع وتراقب ناس معينين عندهم قدرات خاصة، والقانون ده كان باين انه فيه تدخل في الخصوصية. فبرايد رفضته وفكرت في حاجة وطلبت من ستيل يوديها مكان ما جيلبرت موجود. وانتقلوا بالقدرة بتاعتهم لبره أوضة جيلبرت وهو بيتخانق مع ألبرت، وكان بيتريق على ألبرت انه مطنش قانون ملكي وسمح لستيل يزور امه الحقيقية عشان برايد قعدت تترجاهم كذا يوم عشان يعملوا كده. وستيل وهو سامع من بره اتصدم ان برايد عملت كل ده علشانه. بس بعدها سمع صوت جيلبرت الحزين. فمن 7 سنين في حد قريب من جيلبرت كان عيان، وهو كان بيدور على حد عنده قدرات شفاء ليها. ومن هنا برايد افتكرت اخيرا من اللعبة ان جيلبرت اللي عنده قدرة الشباب الدائم، برايد الشريرة اجبرته انه يبان راجل عجوز بقية حياته. والملكة الآسيا كانت وافقت على طلب جيلبرت انها تتتبع الناس اللي عندهم قدرات خاصة، بس كانت بتستعبدهم لنفسها وبتقتل اي حد يقف في وشها. والكابوس ده صحى برايد من نومها وافتكرت ان خطيبة جيلبرت ماتت بعد ما القانون ده اتنفذ بشوية. فخرجت تتمشى وهي بتفكر تعمل ايه لحد ما سمعت دوشة، وعرفت من ألبرت ان جيلبرت ساب القصر. وافتكرت حاجة، فهمت ان برايد الشريرة ما كانتش بتسمع لرأي حد قبل ما تاخد قرارات متهورة، وده معناه ان خطيبته اكيد ماتت في نفس اليوم اللي القانون ده صدر فيه، وده معناه ان قدامها لحد وقت الغروب بس علشان تنقذ خطيبة جيلبرت. فطلبت من ستيل ينقلها لجيلبرت. وفي نفس الوقت بنشوف جيلبرت في مكان تاني وحواليه شلة بلطجية، وقعد يسألهم لو يعرفوا اي حد بيعالج، بس قعدوا يضحكوا عليه. جيلبرت عرض عليهم فلوس كتير وحتى اسرار عن العيلة المالكة، بس الرجالة ضحكوا عليه اكتر، وكان باين انهم طمعانين في فلوسه اكتر وهجموا عليه. ورغم ان جيلبرت نبيل ويقدر يدافع عن نفسه، بس عددهم الكبير خلاه في خطر. ومن حسن الحظ ان برايد وستيل وصلوا في الوقت المناسب وهزموا كل المهاجمين. وستيل واجه جيلبرت، وبرايد حذرته انها شافت موت خطيبته في رؤية، وده دمر جيلبرت اللي افتكر كل ذكرياته معاها. ماريا كانت بنت صغيرة الكونت وطول عمرها عيانة وملازمة السرير، كانت بتتسحب من بيتها عشان تقضي وقت بره. وفي مرة قابلت جيلبرت، وجيلبرت خد الأنسة الطيبة دي لمكان فيه منظر يجنن بره المدينة، وهناك حبوا بعض. ومن وقتها جيلبرت كان بيقابل البنت دي بانتظام. وللأسف في يوم من الأيام عرف إن ماريا مخطوبة، وده كسر قلبه. بس
ماريا قالت له إنه هو اللي بتحبه فعلا، فعشان كده بعد ما تعب واشتغل لحد ما بقى مستشار للمملكة راح لبيت ماريا وتقدم لها بعرض أهلها ما قدروش يرفضوه. بس بعد ما اتخطبوا بفترة قصيرة ماريا تعبت جدا وده دمر جيلبرت تماما. وهو بيفتكر كل ده ستيل رفع السيف على رقبته عشان جريمته في بيع أسرار العيلة المالكة، وجيلبرت وقع على ركبه وستيل قعد يهزق فيه جامد، وحتى خطيبته الغلبانة ما سلمتش من كلامه. وبرايد دخلت عشان توقفه وقلبها الطيب كان حاسس بوجع جيلبرت، وشكرت ستيل إنه بيحميها، بس طمنت جيلبرت وقالت له إنها مسامحاه هو وخطيبته. وبعدين في القصر تيارا قابلت برايد وسألتها عن موضوع جيلبرت، وهما بيتكلموا جيلبرت دخل الأوضة وهو مرعوب وبيصرخ لبرايد علشان تساعده، وهي جريت فورا وخلت ستيل ينقلها للفرسان. وهناك قابلت أرثر وطلبت منه خدمة كبيرة جدا. برايد كانت قلقانة إن أرثر هياخد الخطوة اللي هتغير حياته دي عشانها، بس الفارس كان مستعد حتى إنه يموت عشان خاطرها. لفت وشها وشافت نسخة أكبر من ستيل، بس مفيش وقت تشرح فخلته ينقلهم لمكان جيلبرت، وانتقلوا الأوضة فيها ماريا وهي عيانة جدا على السرير. وبرايد قالت لأرثر يحط إيده على الست اللي بتموت، وكشفت إنه قدرته مش زراعة المحاصيل لكن هي شفاء الكائنات الحية. وجيلبرت كان بيتفرج وماريا وشها رد فيه الدم وقامت من على السرير، والحبيبين حضنوا بعض. والموقف أنقذ بفضل برايد اللي استخدمت معرفتها بالمستقبل عن أرثر. وبعدين برايد عرفت إن جيلبرت حول ستيل لنسخة كبيرة منه عشان يقدر يجري أسرع. وجيلبرت شكر برايد إنها أنقذت حبيبته الغالية واعترف لها بكل ذنوبه. وبرايد سألته لو جاهز يعترف بذنوبه لأهلها قبل ما تقول إنها هتخلصه من إحساسه بالذنب. وبرايد طلبت من كل اللي في الأوضة ينسوا أي حاجة شافوها أو سمعوها عن جيلبرت، وده صدمه وقعد يسأل نفسه لو كانت سامح فعلا. بس برايد كان عندها عقاب لجرايمه الكبيرة، أمرته إنه يكمل حياته بخلوده ويفضل شغال المستشار المخلص للبلد كنوع من العقاب. وده خلى جيلبرت يعيط من كتر رحمتها. برايد عارفة إن جيلبرت يقدر يعيش للأبد، وإنه لو اختار يعمل كده هيبقى إضافة كبيرة للمملكة. وجيلبرت وافق وهو فرحان وحلف إنه هيوفي بوعده. وبرايد كان باين عليها إنها بتعتذر شوية عن العقاب، بس جيلبرت ما فرقش معاه، بالعكس ده عمل حاجة أرثر وستيل اللي بيحبوها ما قدروش يعملوها. جيلبرت بس إيديها وبعدين بس رجلها وساقها، وده عرف قديم عشان يظهر الولاء الكامل. والولاد كانوا بيتفرجوا وهم ميتين من الغيرة والحقد علشان جيلبرت قدر يعمل الحركة دي مع الأميرة الجميلة. وجيلبرت وماريا الاتنين حلفوا بالولاء للمملكة علشان طيبة برايد، والموضوع اتقفل خالص. وبعدين أرثر اتكلم مع ستيل في أوضة، وستيل سأله لو هيقدر يكمل كفارس بعد ما اكتشف قوته ولا هيتحول لمعالج. بس أرثر فضل واثق إنه هيفضل طول عمره فارس قوي. وبعدين أرثر غير الموضوع وسأله لو كان موافق إن جيلبرت يتسامح، وستيل قال أيوه. بس الفارس ما اقتنعش بسرعة وضغط على ستيل عشان يقول الحقيقة. فالولد المتضايق بدأ يطلع غله من إن الأميرة سابت جيلبرت يمشي رغم كل الكلام الوحش اللي قاله عنها، وكان حاسس إنه مش بيحمي برايد كفاية. بس أرثر جري يطمنه وقال له إنه قبل ما أرثر حتى يعرف برايد المدينة كانت مليانة إشاعات وحشة عن شخصيتها، بس الإشاعات دي اختفت بعد فترة، وده كان واضح إنه بسبب مجهود ستيل الكبير. وأرثر قال له إنه حمى برايد من اللي قدر عليه، بس ما يبقاش مستني من نفسه إنه يحميها طول الوقت. وعشان يطمنه عرض عليه إنه يحميها هو كمان في أي وقت ستيل ما يبقاش موجود فيه. وستيل استغرب ومدح أرثر على نضجه، بس أرثر قلل من الموضوع وقال له إنه كان أوحش من كده بكتير في سن ستيل. وستيل حس إنه اتصرف بضعف وقرر إنه مش هيضعف ولا يعيط تاني أبدا. وده صدم أرثر اللي سأل نفسه لو فعلا هيفضل كده للأبد. بس ستيل قال له إنه هيستنى لحد ما يبقى عنده 18 سنة عشان يقول مشاعره الحقيقية لبرايد. وأرثر وافق ودعمه، والاتنين علاقتهم بقت أقوى بكتير. وفي وقت متأخر بالليل المجموعة حضروا فرح جيلبرت وماريا، وهناك تيارا سألت ستيل لو كان فعلا بيكره جيلبرت ولا لأ. ورغم إن ستيل كان لسه شايل من جرايم جيلبرت، بس اعترف إنه فرحان إنه قدر يرجع لحبيبته. وتيارا وقتها قالت سبب تاني يخلي ستيل يكره جيلبرت، وهو ثقته الرهيبة وشطارته. وده خلى ستيل وشه يحمر من الكسوف، وجيلبرت ظهر في الوقت المناسب عشان يسلم عليهم. وستيل بأسلوبه الناشف المعتاد قال له إنه بيكرهه، بس جيلبرت ما خدش كلامه على محمل الجد. وبعدها جيلبرت أعلن جوازه من ماريا بكل فخر قدام كل اللي حاضرين، وأخيرا عاش حياة سعيدة مع حبيبته. وبعد كام يوم العيلة المالكة عملت امتحان للحرس الإمبراطوري للفرسان، وأرثر شارك في الامتحان ده واكتسح زمايله وبقى حارس شخصي للعيلة المالكة. ودلوقتي بقى يقدر يكون قريب من برايد في حياتها الخاصة. وهم مسافرين في عربية خيل مع بعض قابلوا راجل واقع في الشارع، واللي طلع بالصدفة هو فال. وبعدين فال صحي في أوضة وهو متغطي بالشاش وشاف الكل حواليه، وبرايد عرفت إنه رجع عشان العقد أجبره يطلب مساعدة، وسألته هو محتاج مساعدتها في إيه. بس فال ادعى إنه مش محتاج حاجة. ولما برايد عرفت إنه كرامته وجعاه ومش عايز يعترف بمشكلته، أجبرته بالعقد اللي بينهم إنه يحكي لها إيه اللي بيحصل. وفال قال لها إنه محتاجها تحرر طفلين اسمهم سيفيك وكيميت، وهم عيلته اللي اتخطفوا من تجار البشر. وقال إنه رغم إن الخاطفين كانوا عايزين 5 أطفال تانيين مكانهم، بس غالبا ما كانوش هيوافقوا على العرض أصلا. وبرايد فكرت في الموضوع وعرفت إن فال عاجز تماما، وقالت إنه هيفضل تحت الإقامة الجبرية شوية، وجهزت نفسها عشان تتحرك ضد المجرمين. وبعدين برايد واجهت فال في أوضتها، وكان باين عليه إنه متضايق من وجودها، والراجل رمى سكينة عليها بس يا دوبك ما جاتش فيها. وستيل وأرثر اتجننوا من حركته دي، بس برايد
برايد فضلت هادية وقالت لفال ياكل ويرتاح كويس عشان عملية استرجاع المخطوفين، وده عصبه جدا. وفال صرخ فيها إنه مش محتاج مساعدة، والتيارة سألته لو مش عايز ينقذ الأطفال، وسألته لو فال حتى مش قلقان عليهم، والراجل اعترف إنه عايز الأطفال يرجعوا عشان عايز يعيش مرتاح. والقسوة دي خلت الدموع تنزل من عين تيارة اللي افتكرت إنه بيستخدم العيال كمجرد خدام. وبرايد طمنت تيارة قبل ما تقول لستيل وأرثر وهم متعصبين يسيبوهم لوحدهم، واستغربت هو ليه عايز ينقذ الأطفال قبل ما تسأله إزاي قابلهم. وفال كشف إن الأطفال كانوا مجرد يتامى عايشين في بيته المهجور، ومن الواضح إنهم بدأوا يمشوا وراه عشان يحميهم، وكانوا مضايقينه بوجودهم من وقتها. وبرايد عرفت إن فال قرفان من وجودهم، بس استغربت هو ليه قلقان كده. وفال بدأ يحكي لها أكتر عنهم، وقال إن سيفيك بنت صغيرة بتستخدم قوة ضرب المية عشان تحمي كيمت، وهو ولد صغير بيمشي ورا أخته في كل حتة. وكل ما فال يحكي تفاصيل صغيرة عن العيال، برايد تلاحظ إنه مهتم بيهم وتطلبه لو كان قلقان. وفال رد لأ، وسألته عن الحاجات اللي بيعتبرها غالية، فالمجرم رد إن الفلوس والحياة هما الحاجات الوحيدة اللي تهم، وإن أهله اتخلوا عنه وعمره ما كان ليه صحاب، وعشان كده ما كانش فارق معاه. وبعدين برايد سألته لو كان هيهتم لو حصلت حاجة لكيمت وسيفيك، وفال اتردد وفجأة اتعصب عليها وأنكر إنه مهتم أصلا بالأطفال وهو بيتقلب من الوجع. والراجل حس بغثيان ووجع في قلبه كل ما يفكر في الطفلين، ومسك برايد وثبتها في الأرض وهو متعصب عشان خلته يحس بالوجع ده، ولمها إنها سابته يعيش وخلته يربي جواه مشاعر اهتمام بغيره، وقال إن وجع القلب ده بيعصر روحه. وبرايد وهي بتشوف فال بيعيط بشكل ملخبط وهو مش فاهم مشاعره، عرفت إن فال عايز يساعد الطفلين عشان يهدي التعب والوجع اللي في قلبه بسبب حبه ليهم. فحضنت الراجل المكسور وطمنته وساعدته يفهم مشاعره. وبما إن فال كان طفل يتيم ومشرد، فما كانش متعود يهتم بحد، وإحساس الحب والقلق اللي ما يعرفوش ده كان رعبه. والحقيقة دي كانت حزينة جدا لبرايد اللي حضنته جامد. وتاني يوم فال قابل الخاطفين وعرض عليهم 5 أطفال اللي هم العيلة الملكة بعد ما جيلبرت تحولهم لأطفال. وطبعا الخاطفين ما رجعوش سيفيك وكيمت في الحقيقة، وقبضوا عليهم كلهم. وفي عربية الخيل وهما بيتنقلوا افتكروا إن جيلبرت كان كشف إن الملكة أمرت بإبادة عصابة الخاطفين وإنقاذ كل الرهائن. وقدرة جيلبرت إنه يحول لكل الأطفال كان ليها تأثير صادم فعلا. ولما وصلوا لمكانهم ستيل نقل الكلبشات بتاعته بعيد، وواحد من الخاطفين دخل وهجم عليه فورا علشان يحاول يهرب، بس ستيل نقل الراجل لسجن المملكة. ومجرمين أكتر وأكتر انتهى بيهم الحال في السجن، والمجموعة بدأت تركز في إنقاذ الرهائن. والفرسان ضربوا المجرمين علشان يعرفوا مكان المستخبي وطلعوا في مأموريتهم. وفي الوقت ده المجموعة استكشفوا قاعدة العصابة اللي كانت مستخبية جوه كهف، وعرفوا إن الناس المهمين اللي عندهم قدرات خاصة مستخبيين في مكان غويط، واتنقلوا لزنزانة فيها ناس عاديين. وجوه سمعوا أطفال بيندهوا على فال، وعرفوا إنهم سيفيك وكيمت اللي كانوا مخبيين قدراتهم. وفي الوقت ده في مكان أعمق جوه الكهف ستيل كان بيستكشف المكان مع فال، ولقوا الزنزانة المهمة وأنقذوا كل اللي فيها قبل ما ستيل يلمح نور منور قريب. وفجأة واحد من الحراس لقاهم وطلع مسدس، فستيل استخدم قدرة النقل وجاب شوية ديناميت عشان يشتت انتباههم، وجري ناحية النور. وفال عطل الحارس وعمل دوشة. وفي الزنزانة المتوسطة الحراس جالهم انذار بالهجوم وهربوا وسابوا الزنزانة مكشوفة، فكل اللي جواها استغلوا الفرصة وخرجوا. ونرجع للنور، ستيل اتصدم لما شاف ولد صغير بيترعش من الكهرباء، والولد ده اسمه باول، وكهربته بتصعق اي حد قريب منه. ورفض مساعدة ستيل وقال له انه مش عايز يرجع ويأذي حد تاني، بس ستيل طمنه ان المملكة مكان امان. والولد ما اقتنعش، فستيل عرف انه لازم يتصرف، وبدأ يقرب اكتر واكتر من باول والكهرباء بتصعقه. وحكى له عن الحاكم الجديد الطيب لمملكة فريزيا اللي وعد انه يخليها مكان احسن لكل المواطنين. والولد استغرب ان ستيل يتحمل كل الوجع ده عشان يقرب منه، وهدي وكل عدوانيته راحت. وبكده ستيل قدر ينقله المكان آمن، بس مش قبل ما يتصاب إصابات بالغة ويغمى عليه. وفي الوقت ده فرسان المملكة وصلوا للمخيم المتوسط عشان يساعدوه، بس الحراس قدروا ياخدوا فال كرهينة، وجيلبرت بيحاول يصدهم. ولما الفرسان راحوا يدوروا على ستيل زعيم الحراس، وهو راجل عنده قدرات خاصة بيطلع سلاسل ويهاجم بيها، قبض على أرثر وفال ومسكهم جامد. وكان الموقف باين إنه يائس لأن الفرسان رفضوا يعرضوا ناسهم للخطر. بس فجأة برايد دخلت وقطعت السلاسل بسيفها وواجهت الراجل بكل شجاعة، وهو اتفاجئ بقوتها الخام ومهارتها في القتال. الراجل كان متوقع خناقة حلوة، بس برايد سيطرت على الوضع وخلت فارس يعدم المجرم ده. وفجأة حصل انفجار بره الكهف هز الكل، والمجموعة وهما بيجروا لبره فال سمع ان الانفجار عمل حفرة كبيرة والناس شافوا فيها طفلين، فقلق وجري عشان يوصل للمكان بسرعة. ولما وصل قابل سيفيك بس ملقاش اي اثر لكيمت، وسيفيك شاورت على ركام كيمت محبوس تحته. فال بص في خرم جوه الحطام ونده على كيمت، والحمد لله الولد كان عايش وبيقدر يتنفس من الخرم، بس الموقف كان واضح انه خطر لانه لازم يخرج قبل ما بقية الركام يقع فوقيه. برايد حاولت تساعد فال بس الكهف كان بيترعش ومش مستقر، وفال رفض مساعدتها وقال لها تخرج بره، وطلب ان الموضوع ده يفضل شخصي بالنسبه له. وبرايد احترمت رغبته ومشيت، وفال سد الطريق بالحجاره. وبرايد وصلت لبره وقابلت سيفيك، والبنت كانت منهاره ان عيلتها لسه جوه وهي مش قادره تعمل حاجه، ورشت شويه ميه بمسدس ميه صغير على فارس كان بيمنعها انها تجري لجوه تاني. وبرايد فكرت هي تقدر تعمل ايه لكيمت وفال، وجيلبرت قال لها ان كيمت ممكن يكون هو اللي هينقذ الموقف. فرجعت
ورجع التاني لمكان الركام، وده فاجئ فال، وبرايد قالت لفال يمد ايده ويمسك ايد كيميت، وده اللي حصل فعلا، بس كان قلقان لو هي عايزاه يشد الطفل من وسط الحجاره الكبيره. بس بعد ما فال مسك ايد كيميت فعلا، برايد قالت له يتحكم في الكهف كله ويدمر الركام اللي سدت الطريق على كيميت، وفال افتكر انها اتجننت، بس لسبب ما حس انه قوي كفايه انه فعلا يحرك صخور الكهف كله ويدمر الركام، وفرح جدا وحضن كيميت اللي كان خايف. وبرايد عرفت ان قدره كيميت الطبيعيه هي في الحقيقه تقويه قدرات الناس التانيه، وده فسر ليه سيفيك كانت بتقدر تطلع شلالات ميه قويه وهي مع كيميت، بس لوحدها بتطلع مسدسات ميه صغيره. والكهف بدا يتهز اكتر واكتر، ففال عمل سفينه من الصخور عشان تخرج المجموعه من الكهف اللي بينهار. واول ما المجموعه خرجوا بره وخدوا نفسهم، كان في جماعه مشبوهين بيراقبوهم من قريب، وكانوا مستغربين انهم قدروا يخرجوا عايشين قبل ما يرموا قنابل اكتر تحت. والقنابل دي حبست سيفيك على جرف صخري كان باين انه بيقع، وفال صرخ باسمها وجري عشان يرميها لمكان امان، بس هو نفسه وقع لما الجرف اتفك وهو بيقع لموته. المجرم اللي كان قلبه ميت زمان استغرب هو امتى اتعلق بالطفلين دول كده، وهو بيفتكر ذكرياته افتكر انه بعد ما رجع بيته من عقابه لقى طفلين عايشين في مكانه القديم المهجور، والاطفال كان باين انهم واثقين في فال وبداوا يمشوا وراه في كل حته عشان يحميهم، وفال كان شايفهم رخمين بس ما عملش حاجه عشان يمنعهم، وبالراحه كده بدا يتعلق بيهم اكتر وسماهم باساميهم. ولما سيفيك اتعلمت تستخدم قدراتها في عمل الميه عشان تبيعها، الثلاثه بداوا يعيشوا مرتاحين. بس في يوم سعادتهم انتهت للاسف لما عصابه الخاطفين خدوا الطفلين، وبما ان فال كان مربوط بعقده مع برايد انه ما يهاجمش حد ابدا، فما كانش قدامه غير انه يتفرج بقله حيله هما بياخدوا عيلته الوحيده منه. ونرجع للحاضر، وفال كان مستعد للموت، بس اتصدم لما ملكه المستقبل نطت لتحت وعملت اشاره غريبه، وده صحى ستيل المصاب اللي كان بره، فاتنقل ليها وخد الكل بعيد عن الكهف. وسيفيك وكيميت جريوا علشان يحضنوا ابوهم اللي اتبناهم وهو ابتسم وهو مرتاح، وبرايد حضنت ستيل وهي فرحانه. وبعد كام اسبوع من حادثه الكهف شفنا برايد بتدردش مع ارثر وستيل، ورغم انهم ما قدروش يقبضوا على اللي رموا القنابل، بس المملكه باين انها في سلام. الجماعه اتفاجئوا لما فال وسيفيك وكيميت جم طايرين على صخره ناحيتهم، وباين ان فال مستغل قدره كيميت على الاخر وشغال زي عامل دليفري. وبرايد ابتسمت للثلاثه اللي شكلهم بقى احسن بكتير من الاول، وعشان مساعده فال في العمليه عرضت عليهم يبقوا هم الناقلين الرسميين للعيله المالكه، والطفلين طاروا من الفرحه بالخبر. وفال ابتسم لبرايد وقالت له كمان ان المملكه ناويه تعمل مدارس ببلاش، وعزمت سيفيك وكيميت عشان يتعلموا ويكبروا معاهم. وبعد ما اتاكد انها بتتكلم جد، فال وافق على عرضها وهزر وقال انه كده كده كان هيضطر يسمع الكلام كخادم ليها. وفال نزل واستعد يركع عشان يظهر احترامه، وبرايد وشها احمر من الكسوف وبس رجليها زي العادات، بس فال زود الحته بتاعته ولحسهم، وده صدم الكل وكسف الاميره الغلبانه. ضحك بصوت عالي وبان عليه روح المشاغبه، وبعدها طلب تعويض، والجماعه بصوا له بغضب عشان قله ادبه. وبرايد بوزت بس وافقت تديله، وستيل قال لها مش لازم تعملي كده، بس فال فكرهم انه مفلس على الاخر. ولما برايد بدات تجهز عشان تمشي، فال مشي وراهم وهو بيغلس عليها بخصوص الامير الغيور بتاعها، وارثر كمان اتضايق من ده، ففال بدا يغلس عليه هو كمان، واتريق على برايد انها مع عيال خجوله وما عندهاش خبره، وعرض عليها انه يديها اكتر بكتير من اللي هم يقدروا يقدموه. طبعا برايد رفضت معاكسته الجريئه دي فورا قبل ما تمشي، وفال في الاخر اتكلم بجد وشكر برايد انها عزمت عياله في مدرستها. وبعدها برايد كانت بتتفرج على ارثر وهو بيحارب جيلبرت، بس اخد علقه محترمه. جيلبرت وقعه في الارض بسرعه وستيل كان بيشجعه، بس جيلبرت فجاه عرض انه يعلم ارثر حركه سريه لو قدر يلمسه، بس ده خلى ستيل يتحمس هو كمان وقرر يحارب جيلبرت مع ارثر. جيلبرت سمح للولدين انهم يهجموا عليه سوا، والخناقه اشتدت وبرايد بدات تشجع ولادها، وفجاه اتفاجئت بفال وهو راجع. فال استغرب ان الولاد بيحاربوا بجد عشانها، بس برايد صلحت له فهمه الغلط. وبعدين تيارا قامت تلعب مع سيفيك وكيميت وعزمتهم على كيكه كمان. العيال فرحوا جدا، ولما تيارا راحت تاكل معاهم فال بدا يمشي وراهم، بس من غير ما يحس مسك ايد برايد. وارثر وستيل نسيوا هما كمان بيعملوا ايه من كتر الغيره، وفال لما استوعب هو عمل ايه ساب ايدها فورا ومشي وهو متعصب. برايد بان عليها الاستغراب من التصرف ده، وكيميت البريء سال فال لو كان بيحب برايد ولا بيكرهها، وفال انكر انه بيحب البنت، بس افتكر كل المرات اللي طبطبت عليه فيها وساعدته، وحتى سيفيك الصغيره شافت وشه وهو محمر من بعيد. ونرجع لبرايد المستغربه اللي قررت تركز في تشجيع ولادها في خناقتهم، وهي بتنادي بكلام حلو عشان ترفع معنوياتهم. الولاد وقعوا من كلامها المسكر وبقوا متوترين وفرحانين، بس لما برايد طلبت منهم يكسبوا عشان خاطرها الاتنين قاموا والشرر طالع من عينيهم. ده فاجئ جيلبرت الهادي اللي عرف ان حبهم لبرايد بيقوي قدرتهم. الولاد هجموا والمره دي قدروا يهزموا فنان القتال الماكر ده. بعدها الولاد وقعوا من التعب وبداوا يتكلموا عن مشاعرهم لبرايد. ارثر افتكر ازاي حتى في الكهف كان ستيل هو اللي استخدم قدره النقل بتاعته عشان ينقذ برايد من على الجرف. حس بالحزن وانه ما يسواش يكون حامي لبرايد، بس ستيل قال له يرفع راسه فوق. فكر ارثر انه هو مغمى عليه ارثر هو اللي هجم في المعركه وحمى جيلبرت وبرايد. ده رجع لارثر شويه من ثقته، وستيل قال له انه يقدر يحس بالامان وهو جنبه. ارثر قام وافتكر هو اتغير قد ايه من عيل فرفور لفارس قوي. الولاد سكتوا لما برايد جت تجري ناحيتهم ومعاها منديل. نظفت الولدين وهي بتقول كلام حنين خطف قلوبهم. ستيل سرح وهو فرحان
فرحان إنه قادر يحمي برايد، وافتكر كمان بابل الغلبان صاحب القدرة اللي كان محتاج حماية ورعاية. قال لبرايد إنه عايز يبقى جنتلمان محترم مش بس عشانها، وبرايد وافقت تدعمه. ابتسمت وهي حاسة إنها محظوظة وفرحانة بجد إن عندها رجلين مخلصين ونبلاء جنبها. الولدين مسكوا إيديها وحلفوا إنهم هيفضلوا يحموها هي وأختها، وفكروها إنهم أعلنوا ولائهم لملكتهم. برايد ابتسمت وهي حاسة برضا تام. بعد فترة في أوضتها ملكة المستقبل افتكرت تصرفات برايد الشريرة في اللعبة، وعشان عارفة إن فاضلها كام سنة قبل موتها في اللعبة، برايد فضلت مصممة تعمل أقصى ما عندها عشان عيلتها وشعبها. وللتذكير العالم ده مبني على لعبة مواعدة اسمها شعاع نورنا. العربية النقل اصطادت ضحية جديدة في دوامة التجسيد، والبنت ماتت وهي عندها 18 سنة الله يرحمها، وبعدها ذكريات حياتها القديمة هجمت عليها. هي دلوقتي بقت برايد رويال إيفي، الأميرة البكر لمملكة فريزيا، الأخت الكبيرة لتيارا بطلة اللعبة. وبالنسبة للي بيحبوها هي مصدر كل المآسي وأشر كائن شرير في اللعبة. ستيل قال لبرايد تقوله لو في أي طريقة يقدر يساعدها بيها، وتيارا عرفتها إنها متحمسة لبكرة. المستشار جيلبرت وعدها إنه هيتأكد إن حفلة عيد ميلادها هتمشي من غير أي مشاكل. بكرة برايد هتتم 16 سنة، وفي البلد دي الستات بيعتبروا كبار في السن ده، وعشان كده حفلة بكرة يوم مميز جدا. لو معرفتش تثبت إنها قد المسؤولية عشان تبقى ملكة، أو حصلت أي مشكلة صغيرة، هيكون فيها أكتر من مجرد إشاعات وحشة هتطلع عليها. جيلبرت صحاها من سرحانها عشان يطمنها إنه هيكون جنبها. كان باين عليه إنه متضايق شوية وهو بيبص لستيل، بس محدش فيهم وضح السبب. وهي سألت نفسها لو ستيل كمان متوتر من احتفالات بكرة، وحست إنها مش قد كده، وبصفتها الأميرة الكبيرة ووريثة العرش والأخت الكبيرة كانت محتاجة تتجنب إنها تكسف نفسها. وقت التدريب على السيف أرثر حس إن ستيل مش مهتم زي العادة. طير سيف ستيل وقال له لو في حاجة في دماغك قولها وخلص. ستيل مسك السيف تاني وهما بيكملوا قال إن في عيد ميلاد برايد ال16 خطيبها هيعلنوا عنه في الحفلة كمان، وكان خايف تكون نسيت الموضوع ده من كتر ما هي واخدة موضوع نظام المدرسة الجديد بجدية. ما كانش حد عايز يشتتها عن ده، فعشان كده ما فتحوش السيرة. كان مستعد جدا يكرس قلبه وروحه عشان يخدم كمدير أعمال ليها ولخطيبها، بس ده لو وافق على خطيبها وشافه يستاهلها، وكان لازم يعرف، فدوروا ورا خطيبها بنفسه. طلع شخص ممتاز جدا وأمير بكر مميز لدولة حليفة اللي هي مملكة أنيموني. كله كان باين مثالي، إلا إن في إشاعات بتقول إنه بتاع نسوان وبتاع حوارات لدرجة كبيرة، وأشهر صايع في مملكة أنيموني كلها، وهو ده اللي هتتخطب له. في الحفلة تيارا قالت لبرايد إن شكلها يجنن في الفستان، وستيل وافق وهو مرتبك رغم إنه كان شايف إنها لو غطت جسمها أكتر كان هيبقى أحسن. رودريك والفرسان تمنوا لها عيد ميلاد سعيد ومدحوها إنها بقت أميرة بجد ترفع الراس. نائب القائد كلارك دخلة ناعمة وبس إيدها، وقال لها إنهم محظوظين إنها اتولدت في مملكتهم، وهي بجد ما كانتش جاهزة لكده. حلفت إن هو والقائد ما كانش المفروض يكونوا من اللي بيحبوها في اللعبة. وهي بتلمح الراجل اللي عليه العين، برايد رجعت لورا وستيل لحقها. فجأة افتكرت اتنين من اللي بيحبوا البطلة في اللعبة، والراجل اللي شعره اسود قرب وسألها لو كانت كويسة. بره اعتذر إنه ما جاش يسلم عليها من بدري، وعرف نفسه إنه الأمير البكر لمملكة أنيموني ليون أدونيس كوروناريا. ردت عليه التحية وما كانتش مصدقة إنها نسيت الخطيب اللي اتخطبت له في عيد ميلادها ال16. في الآخر هو بيخسر كل حاجة وقلبه بيتكسر على إيد برايد، بس إيدها بسرعة وفاجئها وهو بيقول لها إنه عمره ما شاف حد في جمالها. قلبها ما كانش جاهز، وأمها لسه ما أعلنتش حاجة، ما كانتش عارفة تعمل إيه، وشخصيته كانت متغيرة خالص عن اللي كانت في أول اللعبة. جوه تاني أمها أعلنت تقديم خطيب برايد، وليون بدأ يقرب. خطوبتهم هتقوي التحالف بين الممالك أكتر، وركع وباس إيدها وقال لها إنه هيحبها بكل قلبه. وفي الوقت اللي الكل كان بيسقف فيه الشخصيات المساعدة ما كانش باين عليهم الفرحة. من دلوقتي ليون هيقضي 3 أيام في القصر ويرجع بلده، وبعد أسبوع هيجي يعيش في القصر هنا كخطيبها، وال10 أيام الجايين هيكونوا مهمين جدا. في المستقبل هو هيكون بيستخبى في سريره عشان تسيبه في حاله، وهي هتقول له ما تبقاش كده يا ليون، خطيبتك حبيبة قلبك جت تزورك. هيفضل يكرر أنا بحبك وبحبك وهو ميت من الرعب، وهي هتنفجر من الضحك وتقول له إنها بتحبه هي كمان، بس عشان هما مش متجوزين. هو مجرد زوج الأميرة بالاسم والكل بيكرهه، حتى ملك أنيمون القديم قال له ما يرجعش تاني أبدا. وهي سألت نفسها إيه اللي هيحصل لو قررت تفسخ الخطوبة. افتكرت إن أختها كانت بتيجي تقضي وقت معاها مؤخرا، وده ممكن يخليها يجيلها نوبة غيرة تانية. وعشان يحمي تيارا هيقول لبرايد إنه ما بيحسش بحاجة ناحية أختها، ويحلف إنه بيحبها هي وبس. كانت بتموت في الفرجة عليه وهو بيعيط، والوش اللي كان بيعمله كان المفضل عندها، ووعدت إنها مش هتسيب لعبتها الصغيرة الجميلة أبدا، بس لو خانها تاني هتخليه يهرب من العقاب، بس هو لوحده. الحلم الغريب اللي شافته امبارح كان تقيل عليها، وهم بيتمشوا ليون قال لها إنه حاسس إنه محظوظ إنه بيقضي وقت معاها. ليون كان أمير ممتاز وعنده كل المهارات والطباع اللي محتاجها الملك، بس إشاعات نسوانجيته انتشرت وخلته منبوذ في مملكته، وبعدين اتخطب للملكة برايد الفظيعة والشريرة. في الآخر حصل له صدمة جامدة منها لدرجة إنه بقى عنده خوف شديد من الناس، هيخسر كل مكانته ونفوذه وهيبقى أمير بالاسم بس، وطبعا مفيش
أي رومانسية بين برايد وليون في اللعبة، وهم بياخدوا استراحة شدها ليه وقعد يوشوشها بحبك أكتر من أي حد وأي حاجة. يا ساتر، ما كانتش قادرة تستحمل أسلوب الشاب الصايع، كان شغال مفعوله. هي عمرها ما لفتت الأنظار في حياتها القديمة ولا حد حبها حتى بعد ما اتولدت من جديد. هي بجد فاكرة إن محدش معجب بيها، الموضوع كان أوفر بالنسبة لها، بس رغم كده كان لازم تمسك نفسها وتقبل تقربه وما تهربش. كانت محتاجة تكسب ثقته قبل ما يرجع. قالت لنفسها تنسى التوتر والكسفة وأي حاجة تانية عشان وشوشة الحب دي كانت كلها كدب في كدب أصلا. في أوضتها بالليل جالها زيارة مفاجأة من فال اللي جاب معاه سيفيك وكامت. قال لها ببساطة أهلا يا أميرة، كبرتي وبقيتي حلوة أهو، رغم إنه لسه شايف إن جسمها ما ملاش كفاية. جاب لها مراسلات من مملكة يابوران وجواب تهنئة على خطوبتها كمان. بعد ما دردشوا شوية عن خطيبها وهي اتنهدت، فال عرض عليها ياخدها ويمشي لو مش عايزة تتجوز الراجل ده. هو خادمها في الأول وفي الآخر ويقدر يهربها من هنا بسهولة لو عايزة، وهتتعود على الحرية في الهروب اللي مفيش زيها. وكان شايف إن استخدام قوته علشان يصرف على 3 عيال هيكون سهل. بدأت تضحك وده ما كانش الرد اللي هو مستنيه. كانت بتفكر إن العيشة وهي هربانة معاه هتبقى حلوة. لو هي كمالك اختفت فجأة، تيارا هتقدر تمسك العرش بأمان وتختار اللي يعجبها من العرسان زي أرثر أو ستيل أو الأمير ليون أو غيرهم، ومع بعض هيقودوا المملكة للسلام. بس ما قدرتش تمسك إيد فال دلوقتي حتى وهي أسوأ ملكة وأشر عدو في العالم ده. هي حبت البلد دي وشعبها وعايزة تحارب القدر لأطول وقت ممكن. ده المكان اللي هي عايزة تكون فيه ملكة لحد الآخر. شكرت فال وقالت له لو في يوم بجد خسرت مكانها هنا هتكون فرحانة لو هو اللي خدها عنده. مسك إيدها وقال لها مفيش حاجة اسمها لو أمر واحد منه وهياخدها ويمشي. هي اتفاجئت بس وافقت وقالت له لو احتجت في يوم يا ريت ياخدها. وهو والعيال خلاص ماشيين، قالت له انها مبسوطة جدا انه في حياتها. قرب ايده من وشها بس فرمل نفسه وطبطب على راسها. قال لها لما الوقت يجي وتكون بجد عايزة تسيب كل حاجة هيتأكد انه يقضي بقية عمره عشان يخليها تعيش معاه. وفي الآخر برايد خدت ليون في جولة في العاصمة، وهو شاف ان فريزيا بلد جميلة جدا. ورؤيتهم مع بعض ضايقت ستيل اللي فضل يفكر ان ليون عامل نفسه مثالي، بس هو في الحقيقة مجرد شاب صايع وبتاع بنات. ستيل لاحظ ان أرثر كمان كان بيترعش من غير ما يسيطر على نفسه، وبعد شوية اتنقل لمكان أرثر في السر. وأرثر كان كاره فكرة ان برايد هتتجوز الأمير ليون، وكان فاهم أهمية الجواز الملكي، بس شايف ان الواد ده مش تمام. وستيل حاول يهديه بس أرثر ما كانش طايقه خالص، والموضوع عصبه لدرجة انه كسر الكرسي بإيده من كتر الضغط. وضحكتهم الغريبة كانت بتنرفزه، وكان شايف ان كل حاجة مش طبيعية. وضحك ضحكة ناشفة وقال ان الأقنعة دي بتفكره بصورة الميمز المضحكة اللي على النت. وستيل ما كانش مصدق وما كانش واخد باله انهم بيمثلوا الضحكة طول الوقت، وما كانش عنده مشكلة لو الموضوع ليون بس، لكن ليه أخته كمان؟ ما كانش فاهم حاجة. ومع سفر ليون تاني يوم برايد طلبت منه يحافظ على وعدهم، وليون بان عليه الضيق وستيل كان هيسأل ايه هو الوعد ده، بس فال قطعه بدخلته الصاخبة وهو جايب هدايا كتير من الأميرة الأولى لمملكة يابوران عشان عيد ميلادها، وهي طلبت منه طلب سري ما كانش متوقعه، وبالنسبة لها كل ده كان قشطة. وذكريات حياتها القديمة ادتها الرؤية اللي محتاجاها عشان تتحرك، وهي كانت الوحيدة اللي تقدر تفرح الأمير ليون. وستيل مشي في الطرقة وهو بيفكر في اللي سمعه من الملكة، والسبب ان الأمير ليون اختاروه خطيب لبرايد هو ان رغم وجود أمير تاني وتالت لمملكة أنيموني، الملكة شافت ان ليون هو بس اللي ينفع لها، وملك أنيموني كان عايز كده هو كمان. ستيل حس ان الكلام ده مش راكب على بعضه، بس كمان وبناء على طلبه الملكة وافقت ان ستيل يتدرب تحت ايد فيست من الاسبوع الجاي. والتدريب تحت ايد عمه فيست معناه انه مش هيكون عنده وقت يقضيه مع برايد، بس هو وافق طالما ده في مصلحتها ومصلحة المملكة، حتى لو معناه انه مش هيكون محتاجينه جنبها. بس فكرة انها تكون مع ليون خلت الدموع تملى عينيه. وبره تيارا سألت ستيل لو خلص كلام مع مامتهم، وكان باين عليه انه مسهم، وقال لها انه غالبا تعبان بس. ووقتها لاحظ ان برايد نايم على حجر تيارا، وقالت انها ما نامتش من امبارح. ويا نهار ابيض، ستيل بيتخيل برايد وهي بتنهار وهو مش عاجبه الكلام ده خالص. تيارا قالت لستيل يرتاح جنبها لانها كانت وحيده جدا ال3 ايام اللي فاتوا، وحست ان ليون اخد اختها منها. بس بعدها برايد عزمتها في الجنينه وحضنتها بكل قوتها، وتيارا افتكرت ان برايد لحظه وحدتها وعملت كده علشان تواسيها. وبرايد فتحت عينيها بالراحه ونطت على حجر ستيل وقالت له انها وحشها، وقعد يطبطب عليها ويواسيها، وقال لها انها وحشاه هو كمان، وان مفيش مشكله وهو هيفضل هنا دايما، وحتى لو بعيد قلبه هيفضل معاها، وحتى لو مش جنبها او حبت الراجل ده هو لسه ملكها روحا وجسدا. وارثر اللي كان هبطان وتعبان وشه نور لما شاف ضحكه برايد المنوره، ومسكت وشه وهي قلقانه على الهالات اللي تحت عينيه، واعتذرت له انها ما عرفتش تتكلم معاه اليوم اللي فات، وشافت انه غصب على نفسه يبقى الحارس بتاعهم رغم انه ما كانش كويس، وكان في حاجه عايز يسالها وهي لو كانت مبسوطه، وقالت له انها مبسوطه، ما هو في الاخر هي معاها هو وكل الناس التانيه. وده ريحه جدا، وعرف انها مش مجرد بتمثل الضحكه وهي شايله الهم. بس بعدها حس بشده وشافها بتلبس القناع تاني وهي بتقول يا ابني ما تبقاش هبيل، ووقع على ركبته وهو بيترجاها تسمح له يقلق عليها، وسالها ليه بتمثل الضحكه جوه العربيه وليه بتبين عكس اللي جواها، وهل ليون ماسك عليها زله. هم كانوا قلقانين عليها ومع ذلك كانت باينه بعيده قوي. اعتذرت وشكرتهم على قلقهم بس وعدتهم انها كويسه. وارثر شاف دلوقتي ان مهما كان الموضوع صعب هي مصممه تشيل كل حاجه لوحدها، كأن قدرها تكون ذئب وحيد، وكان عايز يحمي ضحكتها وقال لها انه
إنه هيفضل جنبها للأبد، ولو الراجل اللي اختاروه هو حد بتحبه هيكمل يحمي سعادتهم، ولو طلع مش هو هيحمي برايد منه ويهتم بيها مكانه لأنه كرس لها حياته من زمان. وبرايد قالت لمامتها إن جالها إحساس قوي ولازم تروح مملكة أنيموني عشان خاطر الشعب، وهي وتيارا راحوا للولدين وهما بيتدربوا وكانوا عرفوا بالمهمة ومبسوطين إنهم هيشتغلوا مع بعض. وتيارا سألت هتعمل إيه في أنيموني، والكل اتفاجئ من جدية تيارا اللي سألت لو الموضوع له علاقة باللي مخبياه عنهم، وكانت عارفة إنها ملهاش سلطة وما طلبتش تروح معاها، بس كانت عايزة تدعمها نفسيا، وهم كانوا مستعدين يسمعوا أي حاجة هتقولها حتى لو افتراض، ومحدش هيلومها حتى لو الأمور مشيت عكس المتوقع. تيارا كانت بس عايزة برايد تقول اللي في دماغها. والليلة اللي قبلها ليون قال لها إنها أحلى من النجوم في السماء تحت ضي القمر، وشايف إنهم لازم يقربوا من بعض الليلة دي، والواد ناعم وكلامه يثبت، بس هي شاورت له يجي عندها وقالت له بصراحة لو عايز تقرب أنا ما عنديش مشكلة، ما احنا مخطوبين وهنتجوز في الآخر. بس وهو بيقرب يبوسها وقف لما قالت له إن مش ده اللي قلبه عايزه بجد، وإن دي مش حاجة علاقتهم محتاجاها، وقالت له إن مفيش مشكلة وإنه عمل اللي عليه وزيادة. ال3 أيام اللي فاتوا أي حد هيوافق إنه يتصرف كخطيب مثالي. ما كانش فاهم هي بتقول إيه، بس هي وضحت له إنه مش محتاج يمثل قدامها ومفيش داعي يكذب على نفسه ويتظاهر إن في حب. ودلوقتي والآية اتقلبت، طلبت منه يوعدها وعده وفي المقابل هتخلي اللي حصل سر، ويقدروا يمثلوا دور القابل السعيد تاني بكرة. هي كانت الأميرة البكر الفريزيا والأولى في طابور العرش، وعندها قدرة التنبؤ، وكانت الشخص الوحيد في العالم اللي عارف رغباته الحقيقية. وقالت له ما يسيبش القصر لمدة أسبوع كامل بعد ما يرجع بلده، ولا حتى يتفرج على المكان، وخصوصا في اليوم الأخير، لأن ده الوقت اللي هيخسر فيه كل حاجة من ثقة شعبه، والملك والتعليمات دي مهمة لسعادته. وبعد ما سمعوا اللي قالته الشباب اتكسفوا وافتكروا إنها هي وليون حصل بينهم حاجة، رغم إنها حذفت الحتة اللي حاول فيها. وستيل فهم إن دي زيارة سريعة عشان يتأكدوا إن ليون ما يسيبش القصر عشان تنبؤها ما يتحققش، فلو حاول هيوقفوه قبل ما حراس المملكة يقفشوه، لأن تصرف ليون المهين هيكون نقطة سودا في تاريخ المملكتين. وأرثر وقع على الأرض وهو مرتاح لأنه تخيل حاجات أسوأ بكتير وكان بعيد عن الحقيقة، وسحل ستيل معاه وخلاه يقلق عليهم. وبرايد طمنت أرثر واعتذرت له إنها ما ادتلوش رد مناسب قبل كده، وقالت له إنه رهيب عشان لاحظ تعبها فورا، ولما قالت له إنه ده فرحها خلاه يتنفض ووشه يحمر. والصحاب كانوا عايزين برايد ما تشيلش الشيلة لوحدها، وهم هنا عشانها مش عايزينها تعاني لوحدها. وفي أنيموني ليون قعد يفكر في تحذير برايد وكلام أبوه إنه بصفته الأمير الأول لازم يكون قدوة لإخواته ويعمل كل اللي يقدر عليه علشان يبقى الملك اللي الشعب عايزه، ومن صغره وحياته كلها تعليم عشان يبقى ملك، بس كان دايما بيشغل باله بإيه هو الملك اللي الشعب عايزه، وأبوه كان بيطلعه قدام الشعب وهم يهللوا ويمدحوه، ودي كانت صحوة روحية ليه، وكان عايز يتحب من الشعب وعايزهم يتمنوه هو وبس. وأخوه الصغير كان بينتقد أفكاره اللي ممكن تتفهم إنها جري ورا الانتباه والنرجسية وحب تملك، ودي عناوين كانت هتبوظ سمعته. ليون عمره ما ينسى الصدمة اللي حس بيها وعرف إنه لازم يتخلص من المشاعر دي، ومنع نفسه من الخروج، بس جسمه وروحه كانوا بيطلبوا ده. وأخوه التاني اقترح عليه يختلط بالنبلاء وبدأ يختلط بالبنات اللي في سنه، بس لاحظ إن مشاعرهم ناحيته كانت جري ورا الانتباه والنرجسية، وده خوفه واتصدم إنه وجه مشاعر وحشة زي دي للناس اللي حلف يحميهم، وفي الآخر معرفش يقدم اللي مستنينه منه. وإشاعة إنه بتاع نسوان انتشرت، وكان نفسه يبقى زوج أميرة فريزيا وبكده يجيب السلام للمملكتين، وحس إنه مش قد المسؤولية كملك وأخ وإنسان، وده كل اللي قدر يعمله. وعلى العشاء أبوه قال له إنهم ممكن يفسخوا الخطوبة، وكان عايز يناقش الموضوع مع ملكة فريزيا وزوجها تاني، وكان متأسف على اللخبطة اللي سببها في حياة ليون. ولما وصلوا أنيموني برايد وستيل كانوا متنكرين في شخصية ليدي جين ولورد فيليب، وكانت بتتمنى كل حاجة تمشي تمام. وبكرة وبناء على الكلام بين أبوه وملكة فريزيا، ليون كان زعلان على الفضيحة اللي فسخ الخطوبة هيجيبها، أو إنه خطوبته تفضل قايمة رغم قلة الذوق، وبكده ما يعرفش يرجع مملكته. ما كانش فيه أي سكة سعيدة، وإخواته زاروه وعرضوا عليه هدوم يهرب بيها، وهو متنكر عشان عايزين سعادته، ودي كانت رغبته إنه يسيب القصر ويختلط بالناس، وده اللي إخواته أرادوه برضه. بس هو اعتذر وقال مش هيقدر، وافتكر تنبؤ برايد، والإخوات وافقوا وقدموا له كاس نبيذ هدية. وفجأة لقى نفسه وهو متنكر بيصحى في خمارة، والتعذيب بالكرباج وسويت الضحايا كان شديد، والأمير ليون بيترجى برايد توقف علشان شعبه بيموت. والموضوع يضحكك لأن الحلقة بتبدأ كده، وهي غلست عليه وسألت ليه، وهو قال إنه اتأخر عشان كان بيشرب طول الليل مع الناس دي، وهي جلدت راجل تاني وضحكت ضحكة شريرة لأنها ما كانتش تعرف إن إنسان ممكن يطلع صوت زي ده من الوجع. والأنيل إن برايد كانت عارفة وشافت مستقبله من يوم ما قابلته، وكانت غيرانة جدا، وخلايا الصحبة اللي حبها بيقلب بمرض وشر اشتغلت. وهو قعد يتوسل لها واعترف إنه اختار يقضي الليلة مع شعبه بدل الصبح معاها، وكان عايز يشيل المسؤولية. بس برايد قلبت الآية وقالت له دي خيانة ضدها وضد مملكة فريزيا، وده سبب للغزو الفوري. وبدأ يترعش وهي بتقوله بطريقة إنه أهانها وإنهم هيسووا بلده بالأرض، ولو ناس الخمارة السبب هيتعدموا، ولو هو السبب هتقوم حرب. هي حطاه في معضلة صعبة عشان تتسلى وهو بيصوصو أنا مش السبب. هي ضحكت وقالت ده اللي كنت فاكراه، والناس اللي بتتشنق قعدوا يتوسلوا ويقولوا إنه غلطان وهم ملهمش ذنب. برايد سألت ليون لو بيحبها، وقال لها بحبك بحبك بحبك،
وهو ميت من الرعب، ورمت السيف وقالت له يثبت ويخلص على شعبه بإيده، وفضلت تتريق عليه وهو ضرب بكل غل وطعن واحد ورا التاني لحد ما ماتوا. وده الحلم اللي صحي منه في الخمارة، والمكان كان هايص وبنتين قربوا منه يشوفوا لو حد نسيه بما إنه ظهر هنا بالشكل ده، والشباب كانوا عايزينه يتبسط، والرجالة اللي سابوه هنا سابوا شنطة فلوس كبيرة للكل، وهللوا لفكرة الشرب للصبح. ورؤية ليون كانت مشوشة، وكان قريب من ضحكاتهم زي ما كان عايز، وافتكر إن في حد قال له ما يسيبش القصر، بس ما كانش فاكر مين، بس حاسس إن التحذير مهم. والبنات رفعوه وهو بيفتكر الست اللي قالت له إنه هيتجبر يشرب وهيخسر ثقة شعبه وأبوه، وهما بيقربوا من وشه كان هيموت وما يخليش ده يحصل. وفجأة الحجارة ملت المكان وكل حاجة ضلمت، وفال خطف الأمير بأمان وطلع بيه، وستيل نقل الفريق لمكان ما فال كان مستني بره، وحط الواد المز ده في المكان اللي هي طلبت منه بالظبط. طبعا فال نفذ كل حاجة بالحرف عشان يخرج الأمير من غير ما حد يعرف شخصيته، وشال الحيطة وظهر الأمير وهو نايم. وبرايت بصت له بوجع وخلت ستيل يبعت ليون عشان يتم الاهتمام بيه. وكالوم برودو قائد فرسان الفرقة الثالثة في فريزيا كان هو اللي بيقود هناك، وشك إن ليون اتخدر جامد بسبب حالته. وفال عرف إن المخدر ده جاي من العالم السفلي، وإن الخلطة دي غالبا كانت منوم على مخدرات، ومن خبرته دي بتنفع بالذات في تجارة البشر. وكالوم افتكر إن حد خدر ليون في الخمارة، بس فال كان عارف إن ليون اتخدر وهو خارج من القصر، وشاف راجلين شايلينه للخمارة وغصبوا عليه يشرب، وبعدين رموا فلوس ومشيوا. والكل كان مصدوم إن ليون اتخدر في القصر، وبرايت كانت بتحاول تربط الأحداث ببعض في دماغها، وفجأة غضبت وأعلنت إن اللي خدروا ليون هم الأمير التاني إيروين والأمير التالت هومر. وفي اللعبة كانوا دايما بيروحوا يزوروا أخوهم ليون اللي قلبه مكسور. ولما تيارا دخلت في قصة ليون قابلتهم بالصدفة بره أوضته، وعرفت شوية من الحقيقة اللي حصلت من سنتين، إنهم كانوا غيرانين من أخوهم الكبير عشان هو اللي عليه الدور في العرش، ونشروا إشاعات وحشة عنه، وكل الكلام عن إنه بتاع نسوان وبتاع حوارات كان مجرد كذب ملوش أساس. وفي اللعبة لما تيارا دورت أكتر، الإخوات قالوا إنهم يا دوب ادوله شوية كحول، وقالوا لتيارا وقتها إن ليون سكر من نبيذ الاحتفالات، واهتموا بيه قبل ما يسيبوه في أوضته، وادعوا إنه خرج من القصر وهو سكران لوحده، وليون صدقهم. ولما تيارا كشفت كل ده في الآخر قالت له الحقيقة، وبرايت كانت بتترعش من الغضب، وكانت فاكرة إن الموضوع هيكون تمام لو أقنعت ليون ما يسيبش القصر، بس ما كانتش هتسيب الإخوات يهربوا بفعلتهم، وبصفتها من العيلة المالكة رفضت إن المسخرة دي تستمر. وليون صحي وكالوم كان بيراقبه ودماغه لسه بتوجعه، ولما عرف إنه في الخمارة بدأ يترعب، وكان عايز يروح بسرعة يشوف خطيبته، بس برايت دخلت وقالت له مفيش داعي، وهي كانت قلقانة عليه جدا بعد ما نصحته ليلتها وجت هنا متنكرة علشان تشوفه. ولما شاف ستيل زوج الأميرة هنا كمان ليون قام بسرعة عشان ينحني، بس برايت وقفته وقالت إن فرد من العيلة المالكة المفروض أبدا ما يطلبش السماح على تهمة كذب زي دي. وليون حس بالذنب رغم إن برايت حذرته ليلتها، بس هي كانت عارفة إنه اتخدر وخرج من القصر غصب عنه، وكانت عارفة كمان إن إشاعات إنه بتاع نسوان في البلد ملهاش أي أساس، لأن اللي خدروه لبسوه التهمة هم إخواته الصغيرين. وليون ما كانش مصدق، بس ما كانش عايز برايد تقول لأبوه عشان ما يفقدوش ورثة العرش، وإنهم أكيد عملوا اللي شايفينه صح للمملكة. وبرايد قالت له كفاية كده، وسألته هو هدفه فين ورغبته اللي من قلبه إيه، وقالت له دلوقتي هي وفرسانها في صفه، ومتأكدة إنهم لو راحوا للملك دلوقتي هيسمع كلامه. وسألته إيه أكتر حاجة بيحبها، ورد وهو بيترعش وقال لها إنه بيحبها هي وبس. فزقته وقالت له فكك من الكلام ده، وهو ما بيقولش كده من قلبه، وهي مش اللي بيحبها وعايزاه يتقبل رغباته هو، ودي فرصته الوحيدة قبل ما كل حاجة تضيع من بين إيديه. وهي عارفة إن أكتر حاجة بيحبها هم شعب بلده، والدموع ملت عينيه وهو بيفكر في الشعب، وقال لها مفيش فايدة ولازم يسيب البلد، وإلا احتياجاته اللي مش نقية هتأثر على المواطنين اللي بيحبهم. هو وقع في حب شعبه، بس ما كانش قادر يوريهم رغباته أو نرجسيته أو حبه للتملك، وما كانش ينفع يبقى ملك. وسألته إيه اللي خلاه يفتكر إنه ما ينفعش للعرش، ومفيش حاجة مش نقية في رغبته، وهو بيحاول ياخد موافقة مين. مفيش ذنب في إنه يعوز موافقة الشعب أو يبقى الملك اللي هم عايزينه، هو دايما بيحب الشعب وفتح قلبه ليهم. واتكلمت عن ليون كشخص محترم دايما بيقدم غيره على نفسه. وفي اللعبة ليون فضل في مملكة فريزيا كخطيب لبرايد، ومع مرور الأيام وهي مستمرة في تعذيبه هو استحمل كل ده، وما كانش عشان ملوش مكان تاني يروحه، هو عمل كده عشان يحافظ على التحالف بين فريزيا وبلده اللي بيحبها. وحتى وهو مكسور القلب ومحبوس في اوضته وما بيخرجش منها فضل صامد، وعرف من برايد ان مشاعره لبلده مش نقية، وعايز انه يقبل رغباته، وقلبه النبيل اكيد هيهديه للطريق الصح. وفجأة حضنها جامد وقال لها انه مش عايز يسيب مملكة انيموني، وعلاقات التجارة ماشية كويس، وفي المستقبل هيجمعوا موارد كتير، والبلد اكيد هتبقى غنية. والاطفال في المدينة قالوا له انهم في المستقبل عايزين يجمعوا بضايع من كل العالم ويبقوا تجار. ومن شهر عائلات الفلاحين في الضواحي ابتسموا وقالوا له انهم نجحوا في زراعة محاصيل جديدة، وكانوا عايزينه ياكل منها في يوم من الايام. واخر مرة راح المدينة عشان يراقب، الستات خلوه يشيل عيالهم وسموهم على اسمه، وكانوا بيتمنوا عيالهم يكبروا زيه في طيبته. وحتى بعد ما سمعته الوحشة انتشرت كل واحد فيهم قال انه مصدق فيه، وهو بيحبهم كلهم وكل واحد في البلد دي. وده بالظبط اللي برايت كانت مستنية تسمعه، وهي جت كل الطريق ده علشان تساعده يرجع كل حاجة، وكل اللي عليه يعمله ان يمسك في قراره ويمسك ايدها، وهي
هتتأكد إنه هيكون سعيد. اشتركوا عشان تتابعوا جزء الأسبوع الجاي، بس دلوقتي اتفرجوا على الفيديو اللي جاي. أشوفكم كلكم الفيديو اللي جاي.